هو معلش يعني احنا كنا مستنيين ايه من الماتش؟ يعني انت كنت متخيل ان انت راح تلعب صن داونز في جنوب افريقيا الساعة 3 في نفس الملعب، في نفس الملعب اللي بنشيل عليه 5؟ انت مستني ايه؟ فاحنا في الاول وفي الاخر نقول الحمد لله. يعني احنا نشكر ربنا ان احنا طلعنا 0-0 ولا 1-0 او 2-1 ايا كان. يعني 0-0 ده انت تبوس ايدك شعر ودقن. يعني 0-0 دي انت شايف حلو قوي. يعني انت بتسيبك بقى من الاداء واللعيبه واللي خلاص هنجت وكانت مش قادره، وفي ناس مش قادره في الملعب، وفي اداء وحش. محمد هاني في فاول الماتش كان وحش خالص جدا، كنا بنشكره في ماتش الهلال اللي الماتش اللي جاب فيه جون. فالنهارده كان وحش جدا فاول الماتش، وناس كتيره مش قادره. في حاجات غريبه. مصطفى العيش يعني انت ما بتبداش بيه كذا ماتش تيجي بقى تبدا فيه، فانا مش فاهم عشان تلبسه ولا عشان ايه، مش فاهم يعني. كنت كريم الدبيس شويه وكوكا شويه، مش عارف يحيى شويه، يحيى اتصاب ايا كان شويه، مش عارف محمد هاني يلعب شويه باك شمال ايا كان، فتيجي بمصطفى العيش النهارده في افريقيا الساعه 3. ففي حاجات غريبه بقى غير كده بقى ان تيجي في التغييرات. ما انا بقول لك سيبك بقى من الاداء واللي لعبنا كره ولا ما لعبناش ولا ايا كان، احنا الحمد لله بص ايدك شعر وده ان احنا طلعنا 0-0 من تحت ايديهم. يعني ونشوف الماتش اللي جاي، والحمد لله خلاص بقت ممكن الجماهير تملى الاستاد عادي في يوم الجمعه هنا في القاهره. فده الامل الوحيد هنا في القاهره بقى، اللعيبه تبقى رجاله. هنلعب في الوقت الساعه 7 تقريبا، خلاص في الوقت بتاعنا وفي ملعبنا وعلى ارضنا وهناك 0-0، فاحنا مش هنعرف نجيب جون هنا. فاحنا بقى هي الاداء هي المشكله بقى. اصلا بنقول مش هنتكلم على الاداء والروح، طب ما هو ده المشكله. يعني انت قدام الهلال الماتشين اللي كسبنا فيهم 1-0، ادي الفرقه اللي لما بنلاعب فرقه بتلعب كوره، يعني هي اللي ماسكه الكوره طول الماتش، هي اللي بتنقل طول الماتش. احنا يعني احنا كنا اخطر في الهجمات، ومش مشكله عندي الهجمات ونكسب ولا نخسر، احنا كنا حلوين ولا وحشين، بس هي دي المشكله. والمشكله ان هي مسكت كوره. يعني الفرقه دي لو جت مسكت عندنا هنعوز احنا نخطف جون، ومش دي طريقتنا ان احنا واحنا المفروض كنا نقرب للمكسب عامه بالفرصتين اللي احنا الكوره بتاع جراديشار اللي جت في العارضه والكورتين الاوفسايد بتوعنا يعني. فهم ما جابوش كور زي دي عامه، بس هم كانوا ماسكين كوره عننا عشان ما حدش يطلع ايه يقول لك احنا كنا احسن منهم. احنا الهجمتين اللي احنا جبناهم كوره في العارضه والهجمتين الاوفسايد. ففي حاجه غريبه بقى. كولر مستني لحد الدقيقه يعني 88 بالظبط، 88 وشويه، يعني في ال 89 بينزل بن شرقي. انا مش فاهم. طب انت مستني يعني انت مستني ايه؟ طيب لحد ما الكره تطلع؟ طيب انت مستني من الدقيقه 85 لحد ما تطلع لحد ما تبقى 88 مثلا؟ حتى لو 85، حتى لو 80، حتى لو 75، انت شايف الدنيا يعني. يعني انا عارف ان انت عايز تطلع 0-0 وعايز تحافظ ومش عارف ايه، بس مش كده يعني. خلاص ما كنتش تنزله احسن له يعني. هو لما نزل والله حسيت ان احنا مسكنا الكوره وبقينا نروح هجمات. يعني هم اتكربكوا فاخر شويه، وكان بن شرقي لسه نازل، وفريش جراديشار تعب فعلا. هاني تعب، ياسر تعب، الناس تعبت هناك. طب ما بتبدلش ليه الناس ده؟ بحيث كنت تتامن نفسك. والحمد لله ان اللي حصل حصل وما جابوش اجوان وبقت 0-0. فلحد امتى التغييرات هتفضل لحد اخر 5 دقايق اللي هي بنضيع بقى وقت يعني. يعني ما فيش، يعني انت لازم اللعيب يموت قدامك ويتصاب وخلاص وينكسر عشان يغير يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. فدي الحاجه الغريبه في كولر. نيجي بقى للماتش اللي هيبقى هنا، ننسى بقى خلاص بقى، ولا حد يطلع يطبل ولا لعيبه ولا اداره ولا كولر. يعني ده احنا عايزين اللعيبه تبقى رجاله الماتش الجاي. يعني ما فيهاش حل غير كده، ان اللعيبه تبقى رجاله عندها روح، عندها حميه في الملعب. هو ده الماتش اللي يعتبر ده ماتش البطوله يعني. ما فيهوش كلام. يعني انت البطوله اللي فاتت قلنا احنا خدناها كده، ما بقناش كل الفرق اللي في افريقيا كده عامه يعني. فعايزين نثبت بقى ان احنا خلاص كسرنا العقده بتاعه الصن داونز الحمد لله، ما بقيناش نشيل منهم خمسات ولا بتاع، ولا نتعادل معاهم على ارضهم. بس مش ده النادي الاهلي اللي بقى. يعني انت طول الماتش كانت اللعيبه خايفه برضو. يعني انت خايف من ايه طيب؟ يعني انت المفروض العكس. انا بستغرب برضو، بس الحمد لله. انا ارجع كل حاجه اقول لك الحمد لله عشان الناس ما حدش يطلع يتكلم. نقول لك الحمد لله ان احنا تعادلنا، الحمد لله ان احنا تعادلنا، الحمد لله ان احنا تعادلنا. بس ان احنا ما ننزلش خايفين. مش احنا النادي الاهلي اللي هو يبقى نازل حتى لو ايه الظروف، وحتى لو ايه العقده بتاعتك، ولو حتى ايه هو نفس الجيل اللي كان بيشيل منهم 5 عادي. بس مش ده يبقى الخوف. ده المفروض هم اللي يبقوا خايفين منك انت اللي بطل افريقيا اخر 5 سنين 4 مرات. انا مش فاهم يعني. وكانوا الترجي كان بيلعبهم عادي يعني، وفازوا على الترجي 1 في الماتشين يعني. مش فاهم برضه. فهو فريق عادي يعني، اللي احنا اللي مدينه حجم. حتى الزملكاويه انا فرحان فيهم، كانوا بيقول لك مستنيين الخمسه بتوع صن داونز بعد ما خرجوا من الكونفدراليه. ايه شكلك بقى دلوقتي حضرتك؟ ايه شكلك بقى؟ انت مستني الخمسه؟ هي الصفر بقت 5 بالنسبه له عامه يعني. مستني ايه طيب؟ فانت الحمد لله ان هي خلصت 0-0 على كده. فهنيجي بقى في ماتش اللي هنا مفيش بقى ولا دفاع، ولا هنزل اكرم عشان يدافع،
وانزل مش عارف مين عشان ندافع، ونرجع نخطف جون وهم يخطفوا جون، ونرجع مش عارف ضربات جزاء، ونرجع مش عارف نقول لك ونخش في قصه غريبه بقى. احنا في غنى عنها. احنا هنا هنبقى في وسط جمهورنا او في ملعبنا وفي الوقت بتاعنا، ولا رطوبه ولا حر ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. فاحنا نركز الماتش الجاي، بصوا ايديكم قدامنا اسبوع واحد بس وخلاص، والماتش هيبتدي. ولا اعلام بقى، ولا زيزو جاي ولا مش جاي، ولا الخطيب ماشي ولا مش ماشي، ولا مش عارف محمد شريف رايح الزمالك. خلاص نفكنا من المواضيع دي، خلاص ادمت. النهارده مش هنتكلم على ده عشان محدش يطلع يقول لك ده زيزو جاي، ده الخطيب ماشي، ونخش في قصه تانية مش قصتنا. النهارده قلنا مش هنتكلم على زفت، على اداء ولا اي حاجه، لحد ما نشوف هنعمل ايه الماتش الجاي. عادي يعني، هندعم اللعيبه، هنبقى ورا النادي. الكلام ده كله ماشي، الحلو نقول عليه حلو، والوحش نقول له اتك على نفسك شويه، انت كنت وحش في كذا. خلاص ننسى بقى، خلاص ننسى ولا زيزو جاي، خلاص ده كله في شهر 6. ولما نخلص افريقيا ونخلص الدوري اللي احنا فيه، اللي احنا ضيعناه بايدينا، نبقى نفكر بقى في زيزو، ونفكر في الخطيب، ونفكر في محمد شريف هيروح وقفشه مش عارف رايح ولا لا، ويقول لك الونش جاي. خلاص ننسى بقى الحاجات دي لحد ما نخلص افريقيا، والنبي معلش نخلص افريقيا ونخلص الدوري، نبتدي بقى نحفل على الزملكاويه، نخش نشوف الصفقات، اللعيبه اللي عندهم، ننقي لنا لاعبين 3 كمان عشان نكمل الفرقه بتاعتنا. ما احنا خلاص ما عندناش ناشئين ولا عند اي حد، خلاص الناشئين بتاعتنا بقت نادي الزمالك. الصفقات باي حاجه عايزينها نروح نجيبها من نادي الزمالك.